يا مساء التركات، عاملين اهلا بيكم في فيديو جديد من قناه تركات فوتوشوب. النهارده معانا تاني فيديو من سلسله ازاي اعمل اللي بنتعلم فيها حاجات سريعه وبسيطه عشان تقدر تساعدك في بدايتك او تساعدك عامه. النهارده هنتكلم عن فيديو ازاي تعمل ارت بورد. يعني ايه ارت بورد؟ ساعات بتشوف ديزاينات بتكون عباره عن بازل مربعه، سواء بالطول يعني مربعه بالشكل ده او جنب بعض. لما تحط الصور جنب بعضيها بتطلع بشكل يعني كامله والصوره واضحه. هنتعلم الفيديو ده ازاي نعملها مع بعض. طيب اول حاجه انا هاجي اعمل نيو فايل عادي واختار المقاس بتاعي اللي انا مثلا هعمل 3000 في 3000. طيب هاجي عند اول واحده الموف تول دي، دوس كليك يمين واختار ارت بورد تول. تمام. اسحب من هنا كأني بحدد الشكل ذات نفسه. بعد ما اخترت هنا اخترت ارت بورد 1، بيشوف في علامه زائد في كل الاتجاهات. لما ادوس واحده كده، واحده كده، واحده كده، عايز بقى تزود واحده شمال، ازود واحده تحت، تزود تحت يمين، اي شكل انت عايزه هيعمله معاك زي ما احنا شايفين كده قدامنا. لما تدوس على ارت بورد برضو وتختار علامة الارت بورد دي، عايز تزود انهي واحدة، عايز تزود هنا وتزود فوق، تعمل اي شكل انت عايزه. تعملهم بقى عدد زوجي، عدد فردي، اي شكل انت محتاج تعمله تقدر تعمله بالطريقة دي. بس كده، ده كان فيديو ازاي تعمل ارت بورد. لو احتجت اي اسئلة او احتاج تسأل على اي حاجة عامة انا جاهز عشان ارد عليك. اشوفك الفيديو اللي جاي.